بحجاب غير لائق هيدي كرم تتعرض لهجوم جماهيري حاد، وبسمة تظهر من على حمام السباحة. وقبل الخبر، اللي لسه ما اشتركش في قناة أخبار الفنانين مع نادين يشترك عشان يعرف كل جديد ويحط اللايك والكومنت. شاركت الفنانة هيدي كرم على حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام بصورة جديدة لها، وظهرت هيدي كرم بإطلالة غير لائقة، وهذا ما أكده الكثير من جمهورها، مرتدية عباية سوداء وحجاب بنفس اللون مع ظهور بعض الشعر الأبيض من تحته. وعلقت هيدي على الصورة كاتبة آل شنب، وهو المسلسل الجديد الذي تقوم بتصويره الفترة الحالية. وتعرضت هيدي كرم لهجوم من بعض الجمهور، حيث كتب لها إحداهم: يعني إيه تغطي نص شعرك والنص التاني طالع بره قدام الناس كلها؟ وآخر كتب: خليته الحجاب بقى موضة على مزاجكم. أما الفنانة بسمة فشاركت جمهورها على حسابها الرسمي في الانستجرام بمجموعة صور جديدة ظهرت من خلالها بإطلالة شبابية، حيث ارتدت ملابس كاجوال عبارة عن بنطلون جينز وبلوزة اوف شولدر منقوشة من الشيفون بالألوان الفاتحة. واعتمدت بسمة على تسريحة شعر بسيطة، حيث اكتفت بإسدال شعرها على كتفيها، وظهرت وهي على حمام سباحة بإحدى الفنادق وهي تقضي أجازتها. وعلق لها أغلب الجمهور على الصور: صغرت كتير وبقيت أكثر شباب.